اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هجمه جديده من برنامجكم هجمه مرتده. اللي هنشوف فيه النهارده احوال الكره المصريه، الاهلي والزمالك على فين رايحين. بس قبل اي شيء ننزل ندوس لايك ونشترك في القناه لو لسه ما اشتركناش، ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. الزمالك على فين؟ اداره الزمالك ومسؤولين نادي الزمالك وابناء نادي الزمالك واخدين الزمالك ورايحين بيه على فين. طلع علينا الاستاذ مرتضى منصور في مؤتمر صحفي الاسبوع ده وهاجم يمين وشمال والشرق والغرب، هاجم كل الناس اللي ممكن يخطروا على بالك بدون اسباب فعليه حقيقيه على ارض الواقع حاليا. يعني طلع وقال ان هو مستلم النادي والنادي فيه 600 جنيه بس، وكان هيعمل ايه في ظل حجز على اموال النادي بعد ما استلم النادي ب3 شهور من قبل ممدوح عباس، علشان ما يسكتش حسين لبيب ويطلع يرد عليه ويقول له ان انا كنت سايب النادي في اكتر من حساب، منهم حساب بالدولار وحساب باليورو وحساب تبرعات غير حساب الزمالك، في مجمل الفلوس يعني كلها 20 مليون جنيه كان سايبهم، سواء كانوا 600 جنيه او 20 مليون، فدول ما يسووش قيمه عقد لاعب من اللاعبين اللي موجودين في نادي الزمالك. وبتاخدونا وتروحوا في دوامات تصريحات وردود بدون اي فايده. جمهور نادي الزمالك عايز حلول حاليا على ارض الواقع، وكفايه اتهامات وتلفيق تهم لبعضكم. شوفوا حال نادي الزمالك وصل لفين وايه اللي محتاجه نادي الزمالك من افكار حقيقيه تقدر تنقذ النادي من دوامه الديون والفلوس وعدم وجود فلوس والحجز على ارصدته. ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك ده وانتوا فين من اللي بيحصل ده؟ يعني حاولوا تشوفوا مخارج للكلام ده بدل ما عمالين تلفقوا التهم لبعضكم، وده يقول لا انا كنت سايب وده يقول لا انا ما كنتش واخد حاجه. الزمالك مش محتاج يعرف، الزمالك معروف ان هو عليه ديون حاليا وارصدته كلها محجوزه عليه. محتاج افكار تطلع بالزمالك من الازمه اللي هي موجوده فيه دلوقتي حاليا، عشان يطلع علينا كابتن احمد حسام ميدو واللي واخد على عاتقه التحدث الرسمي باسم مجلس اداره الزمالك، وقال لجماهير الزمالك اطمنوا، الزمالك مش هيروح البطوله العربيه غير ب3 صفقات على الاقل سوبر ولاعيبه سوبر راح معاه البطوله العربيه. يا كابتن احمد حسام، عايز اقول لك ان الزمالك اصلا موقوف من القيد بسبب مشكله شيكابالا القديمه لنادي سبورتنج لشبونه اللي ثمنها 1,500,000 يورو، وكمان رجع تاني خطاب ايقاف تاني بسبب مشكله اكشن بومب، واللي بقى ليه بدل ال 150 الف اللي كانوا ليه بقى فيه غرامه، ووصل اجمالي الفلوس ليه 280 الف دولار. فبقى بالتالي الزمالك عليه مديونيه قيمتها في حدود مليون و700 الف يورو، مليون و700 الف يورو اجمالا لازم يحلها علشان اصلا يسجل اللعيبه قبل ما حتى يتفاوض مع لعيبه. فالنهارده الحال ان بعد ما كان ميدو بيقول ما في لجان بتحارب نادي الزمالك وما تسمعوش كلام اللجان اللي بتقول الزمالك مش هيقدر يعمل صفقات، الزمالك هيروح يعمل صفقات ويروح البطوله العربيه وهو معاه صفقات، لا الزمالك راح في النهايه ببعض من اللاعبين اللي رجعوا من الاعاره فقط لا غير، وما قدرش الزمالك يأيد صفقات ولا يعمل اي صفقات لان اصلا ما فيش فلوس علشان يفتح فيه القيد بتاعه المغلق من قبل الفيفا. وكان ان الزمالك في الاخر راح البطوله العربيه قيمته كلها وغاب عن الزمالك في البطوله العربيه. احمد عيد طبعا لان مش عارفين موقفه ايه في المشكله اللي حاصله ما بينه وما بين نادي انبي، وبعد ما كان الزمالك بايعه بند وفي عقده بند الزام الشراء او احقيه الشراء لنادي انبي بدفع 3 مليون، وبعد ما نادي انبي دفع 3 مليون وفعل احقيه الشراء رفض احمد عيد ان هو يمضي على العقد اللي كان ما بينه وما بين نادي انبي المنفصل، وقرر ان هو يرجع الزمالك علشان يبدا نادي انبي يشتكيه، وبقى محل شكوى ما بين انبي والزمالك ومحدش عارف القضيه دي رايحه على فين دلوقتي، رغم ان كل الكلام بيطلع احقيه طبعا نادي الزمالك فيه وقرار اللاعب ان في الاخر اللاعب ما وافقش ان هو يفعل اعاده بند الشراء بتاع نادي انبي. غاب تاني عن الزمالك احمد ايمن منصور العاد من الاعاره طلائع الجيش، وده بسبب التجنيد، موقفه من التجنيد. وغاب عن الزمالك مصطفى شلبي ومحمود علاء العاد من الاصابه بسبب الاصابه.
ومحمد شبانه، محمود شبانه وعبد الله جمعه وسامسون اكينولا لعدم الاستقرار عليهم الفني وعدم الرضا عليهم الفني من جانب اسوريو. وفي عندنا رجع للزمالك معاهم في القائمه يوسف اوباما بعد ما رجع من اعاره الحزم السعودي. عشان يطلع علينا كمان اعلام الزمالك ما يسكتش، لا اعلام الزمالك كمان مش ان هو يفتح ودوره ان هو يوعي الاداره ويوعي الناس حواليه باهميه الوقوف جنب بعضيهم في الوقت ده والازمات عشان نادي الزمالك يعدي، لا يطلع علينا باشتغاله جديده ويبدا يسخن في الاجواء ويقول لك ان احنا محضرين ان احنا هنجيب صفقه كبيره جدا ونجم كبير من النادي الاهلي، علشان بعد تحقيق وتدقيق في الموضوع يظهر ان هم بيفاوضوا لاعب اصلا من بره الاهلي كان اكس الاهلي، يعني لاعب سابق في الاهلي ودلوقتي متواجد حاليا في اي نادي، وهم دلوقتي ناصر ماهر من فيوتشر وعمرو جمال من فاركو واحمد حمدي اللي موجود في الدوري الامريكي. ايا كان انت هتفاوضه فاوض وبراحتك بعيد عن الاهلي او الزمالك، انت في النهايه اللاعب اللي هتجيبه هو لاعب محترف في نادي بره مش موجود جوه الاهلي، ومش مطالب ان انت تسخن الاجواء وتعمل زوبعه وتعمل ليله حوالين منك واحنا بنفاوض لعيب من الاهلي الحقوا احنا بنفاوض. ليه كل الكلام ده؟ فاوض وشوف فرقتك من سكات، شوف انت محتاج ايه من الميركاتو في هدوء وسكات وجيبه. انت في النهايه لما تجيب ناصر ماهر لعيب كويس ومميز، لكن الظروف ما خلتوش يقدر يكمل في النادي الاهلي، الظروف اللي موجوده ساعتها ما يقدرش ان هو يكمل في النادي الاهلي. نفس الكلام لعمرو جمال، نفس الكلام لاحمد حمدي، الظروف ما خلتهمش يقدروا يكملوا في النادي الاهلي وطلعوا بره واحترفوا بقى لاعبين بقى لهم اكتر من سنه بره النادي الاهلي. تقدر تجيبهم ما تقدر تجيبهم، لو خلصتهم خير وبركه، لكن ده ما استدعيش ان انت تجيب النادي الاهلي بجمله مفيده. واحنا بنرد على صفقه امام عاشور. صفقه امام عاشور اساسا يعني لما جت النادي الاهلي ولا كان كوبري ولا كل الكلام ده، كل لعيب احترف من عندك رجع لك انت كزمالك وقال لكم انا عايز ارجع، ما كانش معاكم فلوس ترجعوه، اختار النادي الاهلي، والاهلي كان ساعتها مش هيدفع في عمل الرقم ده الا ان كولر لما قال عندي لعيب دولي او اي لعيب هيمشي من تشكيله الاهلي الاساسيه لازم تجيبوا لي لعيب على نفس الحجم ونفس التقل ونفس الصفات. فكان بالصدفه البحته ان حمدي فتحي اتباع للوكره القطري ب 3.5 مليون دولار. ايه اللي مطلوب في امام عاشور؟ اتعرض في الوقت ده على النادي الاهلي نفس الكواليتي ونفس الصفه الدوليه ونفس المواصفات ونفس المركز بيلعبه حمدي فتحي هو اللي بيلعبه امام عاشور، كل واحد ليه ميزه زياده عن الاخر، بس في النهايه اخف شويه في الحركه طبعا امام عاشور، وعنده لمسه افضل بالكوره ده امام عاشور يعني. فتعرض على الاهلي ثمنه كام؟ 3 مليون دولار، والاهلي جايب من حمدي فتحي 3.5. خلاص معانا الصوره نقدر نجيب بيها امام عاشور، وبالتالي امام عاشور جه النادي الاهلي بديلا لحمدي فتحي وانتهت الامور، لكن ليس كوبري ولا اي شيء ولا كان اصلا في تفكير الاهلي من البدايه. هو كان اتطرحت وقتها ولحظتها وكان حمدي فتحي اتباع لحظتها، فبالتالي جه مكان امام عاشور. ربنا يعين جماهير الزمالك وعلى احوال ناديهم وعلى مسؤوليهم. انا شايف المفروض دلوقتي يطلع اداره النادي وتسيب المسؤوليه لناس جديده تيجي تفكر لمصلحه النادي وتجيب افكار معاها جديده تقدر تنقذ النادي فيه من ازمته الماليه. سيب نادي الزمالك ونطلع على القطب الاخر النادي الاهلي. والنادي الاهلي مصر ان هو يعمل فريق ياكل بيه الاخضر واليابس. اداره الاهلي عارفه ان عندها تحديات كبيره قوي السنه اللي جايه، اكبر كمان من السنه دي. السنه اللي جايه عندهم كاس متاجل وكاس جديد، عندهم كاس سوبر هيلعبوه، عندهم بطوله دوري، بطوله افريقيا، بطوله سوبر افريقي، ودوري افريقي، ومنافسات كاس العالم للانديه. موسم طويل جدا وشاق، بطولات كتير جدا بينافسوا فيها، فلازم يبنوا على اللي موجود عندهم ويدعموا بصفقات لو ما كانتش على نفس المستوى تكون اعلى كمان من اللي عندهم. فبدأ النادي الاهلي اول صفقاته وجاب امام عاشور. امام عاشور جه للنادي الاهلي، طبعا حكيناه من لحظه ايه قصه صفقته فمش هنطول فيه، لكن نقدر نقول ان امام عاشور قادر ان هو يضيف للنادي الاهلي على مستوى نص الملعب
مرونة اكبر، حركية اكبر كمان من اللي كانت عنده نفس الشطة بتاعة حمدي فتحي، ولكن على اسرع كمان واخف في الحركة، فقادر يدي حركية اكبر لنص ملعب الاهلي، يضيف له اضافة التسديدات البعيدة المدى وهو مميز فيها اكتر من حمدي فتحي كمان، علشان نشوف تسديدات للاهلي وحلول اكبر. صحيح هو ما عندوش ميزة اللعب بالراس زي حمدي فتحي، ولكن شفنا مع كولر تطور مستويات كل الناس، ويقدر كولر يطوره على المستوى ده. الصفقة الثانية بدأت مش صفقات، اشاعات الاهلي بقى عن اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي بقى فري من الجزيرة الاماراتي، وبقى ده لعيب قادر يلعب على الوينج الشمال، المكان اللي بيلعب فيه حسين الشحات حاليا، ويديك نفس الاضافات تقريبا اللي بيديها لك حسين الشحات، زائد كمان اللعب بالراس، توغل للمهاجم الثاني بكتره، بيقدر يصنع لك فرص كمان اكتر في معدلاته من حسين الشحات. يبقى لاعب لما يجي لك يقدر يرجع في بناء اللعب، وشفنا ده لما كان الزمالك رحل عنه فرجاني سياسي في نص الموسم اللي قبل اللي فات، واضطر فرجاني سياسي لما مشي اضطر ان هو يرجع اشرف بن شرقي يبدا يبني اللعب. كان بيبني اللعب مع نادي الزمالك وقادر يساعدهم في الخروج بالكوره من تحت، نفس الامر اللي بيقضيه ساعات كولر لما بيتقفل على مروان عطيه، بيبدا ينزل بيرسي تاو وبيبدا ينزل حسين الشحات عشان يساعده في بناء اللعب في اوقات كتيره. ده الامر المميز فيه اشرف بن شرقي، زائد ان هو مميز عن حسين في الدخول للعمق كمهاجم تاني، وقدرته على اللعب بكلتا القدمين وبالراس كمان، عشان يكون لو الاهلي جابه فعلا وهو فري حاليا تبقى صفقه سوبر للنادي الاهلي فعلا، ابجريد على المستويات اللي عنده، حل جديد. اللاعب الثالث اللي ارتبطت بيه الاهلي وداخل فيه مباراه رسميه او مش رسميه شفويه، وبيشوفوا يقدر هيوصل معاهم في ايه مع اداره الجيش الملكي، اللاعب رضا سليم. اللاعب رضا سليم هو نجم الجيش الملكي السنه اللي فاتت في الدوري المغربي، وهو بطل الموسم بتاعهم اللي حققوا فيه الدوري المغربي بعد غياب على حساب الوداد البيضاوي المغربي. اللاعب ده مميز في اللعب بكلتا القدمين، حريف سريع مهاري، لكن بيعيبه حاجه واحده بس، دماغه، اعصابه بتفلت بدري، وشفناه ده في ماتش اتحاد العاصمه اللي كسبه الفريق اللي هيلاعب الاهلي في السوبر اللي كسب الكونفدراليه، لما كانوا متاخرين في النتيجه في الجزائر، اعتدى على اللاعب بالركل من الخلف وخد طرد في الماتش ده، وقال في تصريحاته بعد كده ان هو كان من غيرته على الفريق وكان متضايق ان الفريق خسران، لكن كلف فرقته ان الفريق يلعب من غيره في بطوله في مباراه العوده في المغرب، وطلع الجيش الملكي بسبب غياب عنه نجم الفريق الاول رضا سليم. عملها تاني في الدوري المغربي. هو دي مشكلته الوحيده، هل تقدر تسيطر عليه اداره الاهلي ومنظومه الاهلي؟ بس مشكله رضا سليم في الموضوع ده ان هو لاعب محترف. انا مش جايب لاعب محترف علشان اخسره بسبب نرفزته او خروجه عن شعوره او خروجه عن النص في اكتر من مناسبه فيخسرني مكانه، ويخسرني كمان ان انا همشي لعيب قدام منه محترف فما استفدش بالاثنين، وكمان ابقى خسران وينج كمان مصري هطلعه للاعاره بسبب ان انا بقى عندي كتره في مكان الوينج ده. اللاعب الثالث هو جوستافو سوزا. جوستافو سوزا بعد ما خلص النادي الاهلي كل اتفاقاته معاه شخصيا ومع النادي الكوري، يرجع النادي الكوري يرجع في كلامه، وده بسبب ان النادي الكوري قفل عليه باب الانتقالات في كوريا الجنوبيه وما قدرش يجيب مهاجم يعوض جوستافو سوزا قبل ما ينتهي النادي الاهلي، علشان يعطل صفقه انتقاله للاهلي ويبدا يغالي في مطالباته الماليه علشان خاطر يوقف الصفقه لا اكتر ولا اقل. عموما انا كشخص ما بستريحش لعلاقه النادي الاهلي مع اللاعبين البرازيليين عموما. الاهلي كميته عمرها ما ركبت مع لعيب برازيلي ولا لعيب من امريكا الجنوبيه بالمره، دايما الاهلي افشل صفقات بيجيبها بتكون من انديه امريكا الجنوبيه او لاعبين من امريكا الجنوبيه عموما والبرازيل خصوصا. يمكن الاهلي كان عنده طفره في لاعب كولومبي قبل كده جابه وقدر يقدم معاه مستويات، كان ايام مانويل جوزيه في جيل 2004 2005، بس بعد كده
ما فيش اي لاعب جه من امريكا اللاتينيه قدر يقدم مع الاهلي اي جديد. الاهلي كمان في الايام الاخيره سمعنا ان هو تراجع عن صفقه محمد رضا بوبو. محمد رضا بوبو اللي نادي فيوتشر عايز فيه نفس اللي عايزه باريس سان جيرمان في كيليان امبابي، وكأن اللاعب ده يعني مش عارف اقول لكم ايه، يعني مش للدرجه دي موهوب، لاعب نص ملعب كويس جدا، لكن مش لدرجه ان انا محتاج ان انا هدفع فيه 90 مليون بدايه كلام واستفتاح في المزاد اللي عامله نادي فوتشر. لا طبعا مش محتاجين نجيب لعيب هو اصلا لسه يا دوبك واخد الصفه الدوليه وما لعبش غير ماتش ودي، وكمان مش مهم ومع فرقه ضعيفه مع منتخب مصر، علشان خاطر يجي يقولوا عايزين 90 مليون. 90 مليون ده اللي جايبين بيها امام عاشور حضرتك، اللاعب اللي لعب 27 ماتش دولي مع منتخب مصر. انت تيجي تكلمني عايز 90 مليون في لاعب مش دولي اساسا، بيلعب معاك على المستوى المحلي فقط، حتى احتكاكاته الافريقيه ما برص فيها وما عملش فيها شغل معاكوا عالي جدا على مستوى الافريقي. كلام بعيد عن الواقع، وده اللي ادى ان الاهلي حس ان في مزايدات ومغالاه كبيره جدا من نادي فيوتشر، فقرر ينسحب من الصفقه. زيه زي محمود مرعي اللي بدا يهدى عليه الكلام، خصوصا ان الاهلي عنده لاعبين على المستوى الدفاعي يقدر يمشي بيهم الدنيا، لان نادي فيوتشر بقى مغالي جدا في طلباته في اي لعيب عنده، وكأن كل لعيب عنده بمثابه يعني بيحسسني ان انا هجيب ريو فيرديناند من عنده مش محمود مرعي يعني. لعيب تاني الاهلي بدا لعيبه بقى ترجع من الاعاره زي كريم وليد نيدفيد، واحنا عارفين كريم نيدفيد كان ايه مشكلته عشان يطلع من الاهلي. مشكلته كان اصابات الركبه اللي عنده اللي حصلت له مره واحده، وحصلت عنده نكسه بقصه غضروف الركبه، وعمل عليه 3 عمليات جراحيه، وفضل قاعد من الملاعب سنه ونص لحد ما قدر يرجع لمستواه مع نادي فيوتشر. والاهلي بعد اول موسم كان حابب يرجعه، لكن تخوفات من الاصابات والكلام ده، فحب يشوفه موسم كمان لحد لما انتهت اعارته موسمين مع نادي فيوتشر ويقدر يسترجعه. وطلبوا الراجل على طول ان لاعب كرياتيفيتي في نص الملعب وقادر يديك نفس القصه بتاعت امام عاشور، تسديد من خارج ال 18، لمسته في الكوره حلوه، سريع في الانقضاض، عنده حماس شديد جوه الملعب، يقدر يديك نفس الباور تقريبا اللي بتقول لك اليو ديانج، بس اليو ديانج على اقوى بدنيا شويه وكورته اقل من كريم نيدفيد بطبيعه الحال. اللاعب الثاني صلاح محسن اللي شفنا كلامه وتصريحاته امبارح بعد ما كسب كاس الرابطه وصنع هدفين واحرز هدف، وقال فيه ان النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي هتشوف صلاح محسن جديد. انا اتعلمت من اخطاء الماضي، انا كنت مستهتر زمان. انا شايف ان صلاح محسن لما يرجع بالامكانيات اللي عنده بقدرات مارسيل كولر على تطوير اللاعبين، لو قدر يدوس على نفسه ويلتزم بتعليمات كولر هيكون مهاجم سوبر بمعنى الكلمه. لو قدر يطوره مارسيل كولر ويقدر يركز صلاح محسن مع مارسيل كولر في الايام اللي جايه. اللاعب الثالث هو كان محمد شكري اللي الاهلي بيفكر يرجعه ويفعل بند احقيه الشراء بمبلغ 7 مليون يقدر يرجعه الاهلي. بس انا شايف محمد شكري ان هو الاهلي لو بيرجعه فهو يفكر في نفس مصير محمد حمدي. محمد حمدي اللي ما يعرفوش من قيمه 6 سنين كان موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، محمد حمدي اللي هو الباك ليفت بتاع نادي بيراميدز، وبعد ما لعب مع النادي الاهلي فتره صغيره زي محمد شكري وزي دلوقتي محمد اشرف وزي رأفت خليل، الاهلي طلعه اعاره، وبعد ما طلع اعاره الاهلي سابه. بعد كده راح على المصري، فكر واتطور مستواه في النادي المصري، فكر الاهلي يرجعه، لكن بسبب سوء العلاقات مع النادي المصري، والاهلي مش عايز يرجع العلاقات مع النادي المصري بسبب الحساسيه من ايام حادثه بورسعيد، رحم الله شهدائنا يعني في الحادثه المؤلمه دي وصبر اهلهم. فانتقل على نادي بيراميدز، وفي نادي بيراميدز تطور اكتر مستواه، انضم لمنتخب مصر وبقى لاعب دوري في منتخب مصر، والاهلي مش قادر يجيبه بسبب مغالاة نادي بيراميدز. فالاهلي لو رجع محمد شكري بيفكر في نفس اللاعب، نفس الجسم تقريبا. محمد شكري اقوى شويه جسمانيا، نفس الباك شمال ودقه اوفراته، نفس الكارير تقريبا. الاهلي مش عايز يغلط نفس الغلطه ويسيبه فينتقل لنادي من الانديه الكبار وما يقدرش يجيبه تاني ويفقد احقيه شرائه، فبيفكر ان هو يرجعه ويلعب. ان انا بشوف ان الاهلي عنده كميه باكات شمال عندهم بوتنشن ان هم يكونوا من افضل باكات الشمال في مصر،
وقريبين، مشكلتهم انهم كلهم قريبين في السن مع بعض. يعني محمد اشرف تقدر ترجعه، لما ترجع محمد اشرف هيكون عندك كريم الدبيس ومحمد اشرف ورافت خليل زائد محمد شكري، فانت كمان عندك 4 باك ليفت غير علي معلول موجودين في سن واحد. انت محتاج تطلع منهم 3 على الاقل عشان ياخدوا فرصتهم بره، وواحد موجود. والثلاثه اللي بيطلعوا كلهم مشكلتهم ان هم عندهم بوتنشال عالي جدا للتطور وهامش تطور كبير جدا، فلما يطلعوا يتالقوا يبقى عندك 3 باكات شمال عايز ترجع منهم واحد بس، فازمه كبيره جدا ومشكله حلوه ووحشه في نفس الوقت لمارسيل كولر. دي كانت صفقات النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي في الميركاتو. دي كانت نهايه حلقتنا من هجمه مرتده. اتمنى تنزلوا تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول. سلام.